السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوف الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على الكل عشان يوصلك كل جديد مني. ولو انت مشتركة ما تبخليش عليا باللايك وتكتبي لي كومنت حلو منك كده. النهاردة بقى هعمل معاكم البامية بالفول المدشوش، هتاكلي صوابعك وراها. يلا بينا كده نشوف هنعمل طريقة البامية بتاعتنا دي ازاي. يلا بينا. هنا بقى معايا نص كيلو من اللحمة، هقطعه قطع صغيرة علشان هنشوح اللحمة بتاعتنا. اللحمة بتاعت البامية مش هسويها خالص، انا كده بحب اديها تشويحة وبسويها من الاول خالص كده في البصلة وفي البامية. هقطع بقى زي ما انتوا شايفين كده اللحمة بتاعتي لقطع صغيرة. اللحمة بتاعتك لو فيها حتة سمينة هتبقى طعمها احلى واحلى كمان. الا اللحمة بتاعتي كانت حمرة، ما كانتش سمينة قوي، ما كانش فيها يعني حته دهنه ولا حاجه، كانت حمرا زي ما انتم شايفينها كده بالشكل ده. فانا قطعتها بقى قطع صغيره على قد ما تقدري، قطع صغيره عشان تبقى في الباميه. تعالوا بينا كده على البوتاجاز شوف هنعمل ايه. معايا كده حله على البوتاجاز فيها شويه من الزيت، وهبدا ان انا انزل بقى باللحمه عشان ان انا اشوحها بس خليها تاخد ايه، صدمه كده. هنزل باللحمه، هبدا بقى ان انا اقلبها. جربوا الطريقه دي جميله جدا. زي ما انتوا شايفين كده اللحمه بتاعتي خدت لون. انا بدأت ان انا بقى اقلبها، وهنزل معايا كده بصلة مقطعة صغير، هنزل بالبصلة بتاعتي عليها. اول حاجة بتشوحي اللحمة الاول، بعد كده تنزلي بالبصلة، مش البصلة الاول عشان ما يتحرقش منك، لان احنا مش عايزين البصلة بتاعتنا تتحمر. عايزة البصلة بتاعتي تدبل بس كده عشان تخلي البامية بتاعتنا مسكرة. هبدأ بقى ان انا اقلبها واسيب البصلة بتاعتي بقى ايه، تدبل كده معايا. كده البصلة بدأت تدبل اهي. الطريقة دي جميلة واللحمة بتستوي، ما بتبقاش ناية، بتستوي. وعلى فكرة لو لحمة كبيرة برضو هتستوي مع الطريقة دي هتستوي، مش شرط تكون لحمة صغيرة، يعني لحمة اللي هي الوسط. هنزل بقى بالعصير الطماطم. لما البصلة بتاعتي دبلت نزلت بالعصير الطماطم على البصلة واللحمة. وهنزل بقى بنص معلقة من الفلفل الاسود، وهنزل برضو نص معلقة من البهارات. مش هحط ملح خالص لان الشوربة بتاعتي طبعا هبقى مملحاه. لو عوزت ملح في الاخر بحط عشان ايه، ما تبقاش الطبق بتاعنا حادق. هغطيها بقى واسيبها تتسبك مع نفسها كده. وهنا الباميه بقى، انا عارفه ان انتوا كلكم شطار وبتعرفوا تقمعوا الباميه، انا كنت قمعتها. انا جايباها مش صغيره أوي ولا كبيره أوي، الحجم ده كويس جدا. انا قمعتها وفتحتها من النص كده فتحه صغيره، وبشيل الحته اللي هي بتبقى تحت زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريها لكم اهو. وبرضه هحط القرن الشطه دوت، بيخلي الباميه بتاعتنا طعمها جميل جدا زي ما انتوا شايفينه كده. تاني حاجه بقى معايا هو السر، الفول المدشوش. انا طبعا لما اتجوزت في بيت جوزي يعني بيعملوا الباميه بالفول المدشوش. كنت اول مره اشوف الباميه بالفول المدشوش، فبصراحه هي طعمها حلو مش وحش، يعني هي لو وحشه مش هعملها. انا استغربت زي ما انتوا تستغربوا برضو، بس انا عملتها طلعت بصراحه جميله. جربوها مش هتندموا. طبعا هنا بيقولك بناكل الفول قبل الباميه، فطبعا هي حلوه. انا الفول المدشوش زي ما انتوا شايفينه كده هو اقل من ربع كيلو، شويه صغيرين ما تكتريش برضو. غسلتهم، انا كده رحت غسلتهم ورجعت تاني. وهبدا ان انا بقى احط الفول المدشوش. الصلصه معايا اتسبكت زي ما انتم شايفينها كده بالشكل ده. وهبدا بقى ان انا احط الفول المدشوش، يعني انا هحط الفول واحط الباميه معاه، مش هحط الفول الاول يستوي وبعد كده احط الباميه، لا الاتنين مع بعض وهيستووا وهيبقوا زي الفل. وكده خلاص حطيت الفول وهنزل بالباميه بتاعتي، هقلبها. وهنزل برضو بالقرن الشطه كده عليها. هفتحه بس فتحه كده بسيطه بالسكينه وبعدين اروح حطه. هبدا بقى ان انا ايه، ازود الحله دي بقى. كان عندي ماسوره كده كنت جايبها من عند الجزار. طبعا انا ما سلقتش اللحمه عشان يبقى عنده شوربه، فانا طبعا هحتاج شوربه لان هعمل رز كمان. كان عندي ماسوره بقى انا بوريها لكم وهي جايباها من عند الجزار. فقلت بقى طبعا ان انا هحطها كده واعملها شوربه، اسويها واعملها شوربه. انا بحبيت اوريها لكم برضو
لان طبعا انا ما كانش عندي شوربه، طلعت الماسوره دي وقلت اعمل بها الشوربه. هبدا بقى انا مملحه الشوربه، هبدا ان انا مش هتحتاج ملح، انا دقتها يعني ما احتاجتش ملح، زودتها بقى كده زي ما انتم شايفين. هظبطها بقى في الشوربه وبعد كده اغطيها واسيبها بقى ان هي تستوي مع نفسها. هي هتغلي ووطي عليها زي السهرايه بالظبط عشان تستوي براحتها وتبقى زي الفل. وتعالوا بقى وريحتها خطيره وطعمها يجنن، وكلها مستويه، اللحم مستويه، الفول مستوي، الباميه مستويه، ما شاء الله اللهم بارك. كانت طعمها حلو جدا وكانت جميله. انا بوريها لكم اهوت. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقه دي تعجبكم وتجربوها كده وتقولوا لي ايه رايكم فيها، هتحبوها جدا. ما شاء الله الباميه مستويه والفول شكله مستوي خالص، وهوريه لكم برده تاني دلوقتي. واللحمه ما شاء الله حلوه مستويه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ولو انتي مشتركه متخليش عليا باللايك الحلو منك كده. خلاص كده بقى هبدا ان انا اغرف كده طبق واوريهولكوا عشان اوريكم كده سواها. طبعا انا عملت رز بشعريه، طبعا انا عارفه انتوا كلكم شطار برضو بتعرفوا تعملوا الرز، انا كنت عملته لاني طبعا الباميه محتاجه رز بشعريه. وايه سلام بقى لما بتقعد لتاني يوم بقى وتعملي وتغليها تاني وتاكليها بتبقى تحفه. احلى طبيخ بيتبات ويتغلي تاني يوم بيبقى طعمه احلى واحلى، تاكليها بالعيش كده طعمها جميل. انا بوريكم الفول اهو استوى، ما شاء الله الباميه رخرة استوت خالص يعني، اتهرت كده من كتر السوا. والفول انا بس عشان ماسكه التليفون بايديا فانا مش عارفه اوريكم كويس، لكن هي ما شاء الله مستويه. واللحم ما شاء الله استوت كمان وزي الفل. وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم. اتمنى ان يكون عجبكم الفيديو بتاعي وتشتركوا في القناه بتاعتي وتنتظروني كده في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. بحبكم في الله احلى متابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.